السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ منورين القناه والله. جايب لكم النهارده موبايل متين المتين، شيك وفخامه ومتانه، وهو الاوبو اي 3. موبايل جديد من اوبو بيقدم تجربه مميزه في الفئه السعريه دي. خلينا نتعرف على مميزاته وعيوبه بدون كلام كتير. خلونا نبدا. من حيث التصميم فالموبايل ده يمكن من اشيك موبايلات الفئه الاقتصاديه اللي نزلت الفتره الاخيره. اللون الابيض اللؤلؤي اللي معاه فخم وشيك، مع مربع الكاميرات اللي بيفكرنا بالايفون كده بالكاميرتين الواسعين اللي فيه، بيدي الموبايل فخامه وشياكه من نوع تاني خالص. لو بصينا نلاقي برضو الموبايل جاي بالحواف الترندي المسطحه مع كورنرات دائريه، وده طبعا عشان تديك ماسكه مريحه في الايد. ولو بصينا من تحت هنلاقي منفذ 3.5 ملم موجود، وده عشان لو حبيت تستخدم السماعه السلك اللي عندك وما تكلفش نفسك وتشتري سماعه بلوتوث. واهم ما يميز موبايلات اوبو في الفئه الاقتصاديه ان انت بتفتح العلبه كل حاجه موجوده، سكرين على الشاشه، الجراب، الشاحن، السلك، كل حاجه موجوده. تدفع الفلوس وبتاخد التليفون وخلاص كده، ما بتدفعش جنيه زياده. بالاضافه كمان ان انت عندك ميزه تركيب شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت. شاشه الاي 3 بتيجي بحجم 6.67 بوصه من نوع اي بي اس ال سي دي. اكتر حاجه حبيتها ان الشاشه جايه في الفئه دي بتصميم البانش هول مع حواف ممتازه جدا في الفئه دي، 90 هرتز معدل تحديث، ودي حاجه كويسه جدا، بتدي سلاسه فوق السلاسه بتاعت واجهه اوبو. خليني اقول لك ان اكبر ميزتين انا واخدهم في شاشه الاوبو اي 3 هو السطوع اللي بيوصل تحت اشعه الشمس المباشره ل 1000 نتس، مع طبقه حمايه موجوده على الشاشه وهي باندا جلاس. الشاشه دي مليانه مميزات ما عدا انها بس جايه اتش دي بلس. كان نفسي الحقيقه ان اوبو تفاجئنا وتحط لنا في الفئه السعريه دي فول اتش دي بلس، كنا هنبقى سعداء جدا بصراحه. لكن الشاشه بقى كتفاصيل وحده وتشبع الوان وسطوع انت مش هتحس اصلا انها اتش دي بلس، ولكن انا لازم اقول لك برضه عشان تبقى انت عارف انت بتشتري ايه. اوبو اي 3 جايب معالج اقتصادي من كوالكوم وهو السناب دراجون 6 اس 4 جي جين 1. المعالج ده بيجي موفر جدا في الطاقه لانه بيجي بتكنولوجيا 6 نانومتر. النسخه اللي معايا 6 جيجا مع 128 جيجا ذاكره تخزين، وبتقدر تزود الرامات من الروم 6 جيجا تاني عشان تاخد مجموع رامات 12 جيجا. وفي نسخه تانيه بتيجي 8 جيجا رام مع 256 جيجا ذاكره تخزين. وزي ما قلت لك هتقدر تركب كارت ميموري في مكان لوحده بعيدا عن الشريحتين. الموبايل بيطلع من العلبه باحدث واجهه من اوبو، الكلر او اس 14 المبنيه على اندرويد 14. اول حاجه بالنسبه للمهام الخفيفه زي التصفح وفتح التطبيقات والتنقل ما بينهم، الاحتفاظ بالتطبيقات في الخلفيه، كل ده مديني تجربه مثاليه جدا في استخدام الاوبو اي 3 من وقت ما جربته. مفيش اي مشكله قابلتني حتى مع المعالج اللي بيقدم تجربه اقتصاديه. اوبو بواجهتها السلسه مع 90 هرتز مديني اداء سلس طياره الحقيقه. اما لو هنتكلم عن المهام الثقيله المتمثله في ببجي فانت هتلعب على الاعدادات المتوسطه وهتاخد 40 فريم مستقرين. الموبايل هنا بيدعم خدمات ال 4 جي وما بيدعمش ال 5 جي، والحقيقه الشبكات هنا مستقره وقويه فوق ما تتخيل. على غير العاده انا هبدا لك هنا قبل الكاميرات بالبطاريه ونظام الشحن. البطاريه هنا بتيجي 5100 ملي امبير، ويمكن ده برده من ارخص الموبايلات اللي بتدعم الشحن السريع بقدره 45 واط. الموبايل بيشحن بالكامل في ساعه و10 دقائق. متخيل موبايل اقتصادي بيشحن في ساعه و10 دقائق؟ دايما لو بتتفرج على فيديوهات الموبايلات الاقتصاديه اللي ما بتدعمش الشحن السريع بقول لك اشحن الموبايل قبل ما تنام. هنا هتعدي ال 50% في حوالي نص ساعه، فاشحنه وانت صاحي عادي جدا. الشحن السريع اللي بيجي بقدره 45 واط اوبو حطه لك في العلبه. دايما في الفئه الاقتصاديه الشركات لازم تراعي حاجه، ان المستهلك بيبقى دافع 6 او 7000 جنيه مش عايز يحط عليهم جنيه تاني، ممكن يكونوا دول اخر فلوس في جيبه. فالحقيقه اوبو من الشركات اللي بتراعي النقطه دي، بتحط لك الشحن السريع ال 45 واط في العلبه، الجراب، السكرين على الشاشه، كل حاجه موجوده. كاميرات زي ما انت شايف جايه ثنائيه، الاساسيه 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه اف 1.8. الكاميرا الثانيه بتيجي تساعد في عمل العزل. وبجمله الارقام فخليني اقول لك ان الكاميرا الاماميه بتيجي بدقه 5 ميجا بكسل، فتحه عدسه اف 2.2. الكاميرا الاماميه بالنهار تجربتها هتديك نتائج مرضيه تؤدي الغرض في الفئه الاقتصاديه، يعتمد عليها تخرج وتتصور الحاجات اللي انت بتحبها، كله تمام التمام. وبوضع النايت مود بالليل برضه هتاخد نتائج مرضيه الى حد ما في هذه الفئه السعريه. الكاميرا الاماميه بالنهار او في الاضاءه القويه هتاخد منها نتائج الى حد ما كويسه شغاله. التفاصيل مش اعلى حاجه ومش احسن حاجه، ولكن كاميرا موبايل اقتصادي. بالليل الكاميرا الاماميه ما كانتش احسن حاجه، برضو محتاج اضاءه قويه قوي عشان تفاصيلك تبان او ملامحك تبان، والنويز في الاضاءه الضعيفه بتبقى عاليه جدا جدا ومغطيه على التفاصيل. لو رحنا على المستشعرات فهتلاقي الموبايل ده بيجي بكل المستشعرات يعتبر متعارف عليها، واتفاجئت ان بيدعم الجيروسكوب سنسور لان في ناس كتير بتسالني. الاوبو اي 3 بيدعم الجيروسكوب سنسور. مستشعر المكالمات اللي بيجي هنا او مستشعر تقارب حقيقي ودقيق وما بيغلطش. الموبايل بيدعم الاف ام راديو والبلوتوث الاصدار الخامس. لو رحنا عملنا كومباريزون سريعه كده بين الاوبو اي 3 والاي 15 من سامسونج هنلاقي طبعا ان الاوبو اي 3 اكتر حاجه بيتميز بيها هنا هي السطوع العالي جدا جدا تحت اشعه الشمس اللي بيوصل ل 1000 نتس، سرعه الشحن اللي بتوصل ل 45 واط. الناس اللي عايزه تنجز وعايزه الموبايل في ايديها معظم الوقت وعايزه تشحن في اسرع وقت، فالموبايل ده مناسب جدا. بالاضافه ان انت عندك شاحن 45 واط موجود في العلبه. ونحط على المميزات دي كمان ان الموبايل مقاوم للكسر بشكل كبير جدا جدا، وده ما يمنعش طبعا الاي 15 موبايل ممتاز وكله مميزات، ولكن انا بقول لك على نقط التفوق اللي جايه لصالح الاوبو اي 3. لو عايزين بقى تشوفوا مقارنه حقيقيه بين الموبايلين ونشوف ده بيمتاز بايه وده بيمتاز في ايه، اكتبوا لي تحت في كومنت. دي كانت كل حاجه عن مراجعه الاوبو اي 3 احدث موبايل اقتصادي من اوبو. لايك وكلمتين، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، حاجات مهمه جدا جدا لانتشار المحتوى. سيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلقوا باذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.